السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وبعافية إن شاء الله يا ربي. هذا الفيديو يلقاكم في كامل صحة تاعكم يا رب. اليوم جيتكم بفيديو جديد بوصفة جديدة. اليوم تاع اليوم ولا الوصفة تاع جديدة، وصفة اقتصادية ما شاء الله هايلة، اللي هي مقروط القهوي ولا مقروط المبسس، كاين يسموه المبسس، كل واحد كيفاش يسميه. اليوم راح نمد لكم كامل تفاصيل هذه القهوة، هذه تفاصيل هذه الوصفة، باش هكا ديروا القهوه تاع العشيه والقهوه تاع الصباح، ولا الاتاي كويس، اتاي الله يجي ما شاء الله طري. نعطيكم كامل الاسرار تاعو باش ما يطيح لكمش في المقله، باش يمد لكم نتيجه معسله للقلب. الله والطريقه نتاعو. قبل كل عاده، قبل ما نبداو ما تنساوناش جنب كومونتير وابوني في القناه اذا ما كنتوش ابوني ولا عجبكم المحتوى، وفعلوا زر الجرس باش هكايا يوصلكم كامل جديد. هنايا واش عندي، هنايا عندي في غيسيبيون. واش جبت هذا البول، حنكيل به 3 كيلات ونص تاع سميد متوسط. انا هنايا خدمت بموله، وموله نعرفوا بلي المتوسط تاعو يجينا شويه رقيق. واش درت، جبت نصف خاشن ولا خاشن، باسكو الخاشن تاع موله ماشي خاشن فريمون. انا خدمت هنايا نورمالمون واقيلا خاشن، هذيك لابواط الحمراء. فوالا دونك جو بونس شي سي خاشن. فوالا. واذا كان خدمتو بسيم ولا تجيبوا المتوسط معناتها السميد تاع المقروط. جبت الكيله، قلت لكم 3 كيلات، الكيله الرابعه ديري نص كيله نتاع سميد ونص كيله نتاع فارينه، معناتها ديروها نص بنص. 4 كيلات، دونك 3 كيلات فارينه، 3 كيلات سميد متوسط، وكيله الاخرى ديروها نص سميد ونص فارينه. درت ثاني لافاني والقرصه والملح، ماشي قرصه يعني ملح ومليح باسكو هذا مقروط لازم يتملح. وخلطت هذوك النواشف. هنايا جبت كيله نتاع زيت، باسكو مقروط القهوي ما يجيش بالسمن ولا يديروه جينيرالمون يجي بالزيت. كاين اللي يدير مغرفه تاع السمن اذا حبيتي البنه ولا مغرفه تاع زبده كيما حبيتي، مي هو مقروط القهوي يخدموه بالزيت ما يخدموش بالسمن ولا المبسس. هذايا كاين اللي يسموه المبسس. هكايا خلطي كامل المكونات كيما نديرو المقروط. بعد انا خلطتهم مليح، وبعد بديت نحك فيهم بين يديا باش هكا ندخل هذيك الزيت داخل هذاك السميد. هنايا واش نزيد من بعدايا كي نشوفو ندخلو شويه هكذايا ما بين يديا حتى نسيي كيفاش نتاكد باللي خلاص ما عنديش سميد ماشي قايسو ليدام. واش ندير، نجيب المزهر نرش غير رشه خفيفه. شوفوا دوك تشوفوا واحد زوج مغارف برك هكذاك باش برك يعاوني باش يشرب. ما نساوش بلي هذا ما راهوش سمن، راهي زيت. يعني زيت جينيرالمون السميد ما يشربهاش بزاف، ماشي كيما السمن والزبده. نواسي هكا نخلطهم ما بين يديا، نزيد نعاود نخدمو شويه ما بين يديا هكا ونخليه يشرب. هنايا بالنسبه للمده تاع الراحه تاعو انا خليته واحد الساعه وبديت نخدم به. حبيتي تخليه يبات، حبيتي تخدميه ديريه الصباح وديريه العشيه كيما حبيتي، مي ساعه يعني ما صرالو والو، يعني سوفيزون باش يشرب لنا هذاك السميد. نروحو دوكا لافارس تاعنا. واش عندي هنايا غرس جبت ابيبخي واحد 350 غرام نتاع غرس. وهنا بالنسبه للسميد يطيح لكم واحد الكيلو ولا كيلو 200 غرام هكذاك، باسكو ما وزنتوش، مي هذاك البول انا مالف يشد لي هكذاك. يعني كي ندير 3 بول يجيني كيلو، مي اذا مادام درت 4 بول ولا بول يدمي دونك يجينا هكذاك قريب واحد الكيلو وشوطه. زدت له الجلجلان ودرت القرفه وزدت مغرفه تاع الزيت، وراح نطمو بالمزهر حتى نعجنوه مليح. المهم تكونوا نتوما الغرس تاعكم تكونوا فورتوه، ولا الا كان نوعيه مليحه معليش. وثاني تكونوا نقيتوه. ها بلي كيفاش تجينا شغل تجينا عجينه، ما لازمش تجينا ماشي طريه باسكو راح بعديا نسرحوها وبليجي عليا تجينا طريه. هنا بالنسبه لهذاك السميد بعد ما ريحنا نشدو لا كونتيتي كامله، ماشي كيما المقروط نخدمو بالعقل، مي هنايا نحط لا كونتيتي كامله ونبدا نشمخ فيها بالماء. ابري شحال تاكل لك، راح تاكل لك كيله واحده اخرى تاع الماء. مينتيا على حسب السميد تاعك، كاين سميد اللي يشرب وكاين سميد اللي ما يشربش، كل واحد وكيفاش. دونك انت خدمي بالعقل، جامي تروحي تكوبي ديريكتومون. اذا كلات لك الكيله كامله سينو اذا بغيتي تزيدي شويه ما اون كويار ولا زيدي، واذا تنقصي قلت لكم على حسب السميد. ما تنسوش بلي السميد كل سميد وكيفاش. كاين اللي سميد غير ما ترشيه تشمخ، وكاين اللي لا انت ترشي فيه ويشرب.
المهم تولي لكم عجينه تقدروا تسرحوها فاسيلمون، ثم ينحبس. وهنايا كي نشمخو راح نخدمو سيغ بلاص، ما حاش نخليه يريح سينو راح يزيد يشرب لك. انا هنا قسمتو على زوج باش هكايا ما تغبنيش العجينه تاعي، باسكو دار لي زوج حرابش، ماشي حرابش هذوك مربعات، ماشي مربع، مستطيل، زوج مستطيلات. شديت لابارتي الاولى، سرحتها هكذايا، نسرحوها بالحلال ولا بيديكم كيف كيف. المهم سيو كيفاش تخدموا مستطيل. المستطيل تاعنا كيفاش لازم يكون، لازم يكون عريض، باسكو من بعد راح نطويها على زوج، باش في بلاصه ما نروح نسرح وحده ونزيد نسرح وحده ونحط وحده فوق وحده، لا لا، نسرح وحده يوفا بور توت ثم نطويها. دوك تشوفوا كيفاش الطريقه خدمت، مالغري هردتها شويه دوك تشوفوا واش صرا عليه، بعد نقول لكم كيفاش سقمتها. ما بغيتش نحيها يعني اون توكا. نخدموها بيدينا هكا، نرققوها شويه، ما تخلوهاش بزاف خشينه، باسكو مقروط القهوي ما يجيش خشين، يجينا شويه رقيق هكذايا. نسرحوه ما بين يدينا، ما في يدينا. كي نكملوا نسرحوها، قلت لكم المستطيل تاعنا يكون شويه عريض على حسب نتوما الكبر تاع الحبه. انا هنا اللي درتهم الله يبارك كبار كبار الله يبارك. جبت هذاك الغرس ثاني قسمته اون دو، درتو حربوش قيس المستطيل، وما نبدا نعرض فيه برك، معناتها الطول خلاص سيبرا طويل باش يساعدني باش نديرو مستطيل. نسرحو، كي نكمل نسرحو نحطو فوق هذاك السميد. هنايا بالنسبه القطر تاع السميد، ماشي القطر كيفاش نقولوا، الارتفاع تاع السميد يكون واحد 0.4 سنتيمتر، 0.4 مليمتر، 0.4 سنتيمتر. عندي الحق. هنايا كي جيت نطويها انا، شوفوا هنايا درت تمر، درتو شويه عريض باغابور ديجا. انا كتشوفوا بلي حبست شويه باسكو حسيت روحي بلي خلاص اللي درت ديقه. واش درت؟ عاودت شغل، عاودت فتحتها وعاودت سقمت التمر تاعي، وعاودت غلقتها باش تشوفوا كيفاش خدمت لها. اونكا صرات لكم ما بغيتش نحيها باسكو تصرا. انا كي رحت طويتو الاولى طوال لي ماشي سواسوا، والدوزيام كي واسيتو جاني شويه صغير على ما حطيتش سواسوا البوده نتاعي. هذاك المستطيل الثاني تاع التمر ما حطيتوش سواسوا. فوالا دونك المهم نتوما سيو كيفاش قيسوا، ما تدوش الخطا اللي درتو انايا. قيسوا هذاك الاخر يجينا في النص لازم، باش من بعد كي تطويها راح تجيك سواسوا. ثم بعد تسقميها نتيا على حساب العرض اللي حبيتيه، على حساب الطول اللي حبيتيه، ماشي الطول يعني السمك نتاع الحرب تاع المستطيل اللي حبيتيه. ومن بعد نبدا نخدمه. شوفوا راني نسقم فيه بالكوبات باش يتغلق لنا في لي كوتي ويجينا شباب. ومن بعد نبداو نخدمو بالكوبات ولا بالموس كيما حبيتو. ديروا خطوط ماشي عشوائيه، نسيو كيفاش نديروها متوازيه مع بعضها باش هكذا ديري مقروطات هذوك. وإلا كان عندك كاين هذوك راهم يتباعوا، يجيك شغل كالسيار مي طويل، يجيك شغل طابي، وتجي ماسيه، تجي فيها هذو لي غرياج هذوك، تقدروا تخدموا ديريكتومون تطبعوه ديريكت فوقو. ولا الحلال، كاين حلال ثاني ما فيهم هكا كيما حبيتو. المهم انا هذوك الطريقه اللي عندي هنايا باش نقدر نخدمها بالموس. ما ديروهم الخطوط تاعكم بالعكس باش هكا يعطيكم هذيك المقروطات. نما فهمتوني؟ شوفوا كيفاش جات. انا قلت لكم درت الحبه الله يبارك، حبه كبيره. دوك الا كنتي حابه ديروا المشروع ما ديريش حبه قد هذه، باسكو الحبه هذه الله يبارك تاكلي كما قالتها صاحبتي، تاكلي حبه بين ثلاثه. مي حبه ما شاء الله تاكلي حبه ما تزيديش. مي الا حبيتي ترققي شويه الحربوش تاعك رققيه، حيقطع لك كونتيتي كبيره. انا هذا يقدر لي 22 حبه، مي كبيره حبات الله الله، باسكو رقيق ما يشدناش بزاف. فوالا هكذايا نروحو نديرو الزيت تاعنا يسخن. انا درت هنا شويه حاجه غامقه باش نخدم الاز ما نبقاش نقلب فيه. حطيت الحبه الاولى، بعد الحبه الثانيه. الزيت تاعنا لازم تكون سخونه مليح. ديجا شفتوني بلي حطيت شويه عجين باش نتاستي سخانه تاع العجين، سخانه تاع الزيت. ومن بعدايا واش ديروا، واسوها، نعاودو نقصوا السخانه، يعني ديريها في نار متوسطه كيما نقلوا المقروط كيف باش هكا يطيب حتى للقلب وما ما يتحمرناش غابيدمون، ما يجيك معجن لداخل. العجل هذيك اللي لازم شغل طيبيه واسمو بالعقل، تعطيله وقته في الطياب. سينو لو كان تزيدي للنار راح يحمر لك بالخف وما تلقاه داخل معجن.
هنايا نخليه يطيب، يعني إلا ما درتيش الزيت بزاف تقلبيه، سينو إلا درتي زيت بزاف كيما أنايا ما تسحقيش تقلبيه. هنا بالنسبة لهذا المقروط يطيب الله الله، معناتها طيبيه مليح ماشي تخليه بيض، لازم يطيب محمر. نغطسو ديريكتومون في العسل اللي كنت درت له ديجا مزهر. بالنسبة للناس اللي يخدموه كوميرسيال، معناتها هذا المقروط كوميرسيال يخدموه باش يديروا به كوميرس، واش يديروا شربات، ما يخدموش بالعسل، يديروا شربات، يخدموا شربات ولا يخدموا عسل في الدار، ما يخدموش باش ديريه كمشروع. بالنسبة للسعر انا جامي خدمته، ما نكذبش عليكم، جامي خدمته بالنسبة للطلبية ولا ما نخدموش، خدمته لداري. كي نحسب لكم ابخي الا حبيتو تعرفوا واش السعر تاعو، نحسب لكم ونقول لكم شحال ابي بخي تبداو تبيعوه. شوفوا يعني كيفاش خرج لنا، خرج هايل، الذوق تاعو يهبل، ريحة المزهر، يعني في الحقيقة جا خير من تاع برا، باسكو تاع برا يجي شوية شايط من ذاك تروحوا تاكلوه يجيك مش ما نكذبوش، يجي شوية شايط، مي كي يكون في الدار مخدوم الله الله بالطبع يجي ما شاء الله. هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. ما تنسوناش كالعاده جيم كومونتير وابونيو في القناه اذا ما كنتوش ابوني واذا عجبكم المحتوى. ما تنسوناش بتي كومونتير باش هكا نتشجعوا وباش هكا يطلع الفيديو ويخرج عند الناس اللي يسحقوه. ما بقى لي غير نبقيكم على خير ونقول لكم تهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.